هاك تبعوا القرعة. نختار وجهة مرسى بن مهدي. الدفعة الأولى عدد الأماكن 37 بالاحتياط. ها هو السحب، عامل السحب. اجتماعي العمال التربية بالعباس، الأستاذ بالسادات أحمد. رانا نشرفوا على الخدمات على قدم وساق. احنا الآن رانا نخوض إمارات الاصطياف. لأول مرة نروح إلى هذا الموقع الرسمي، يعني سهلنا على الأسرة التربوية، سواء اللي راها في الميدان واللي راها في التقاعد. سهلنا عليهم التسجيلات عبر الموقع. يعني أول مرة في سيدي بالعباس موقع رسمي، هو كواست تيري اسبيا بوين دي زاد. هذا موقع رسمي يسجلوا فيه كل ما يخص الخدمات الاجتماعية، سواء مثلا الاصطياف، سواء العمرة، سواء الرحلات الخارجية، حتى المنح والتعويضات. يعني قد يخرج الملف من الموقع وبلا ما نغبنوه يجيبه مباشرة. بالنسبة للاصطياف دينا 3 وجهات. الوجهة المشهورة يعني اللي يحبوها الأساتذة هي مرسى بن مهدي. الوجهة الثانية وهران بوسفر، والوجهة الثالثة نحو الشرق إلى جيجل. حسب المسجلين كانوا حوالي 3200 مسجل. هذا بالنسبة للسجل، يعني أول مرة بطريقة سهلة، يعني ما كانش هذاك الازدحام إلى غير ذلك. صرالنا مشكلة مع جماعة التقاعد، يعني ما كانش عندنا في الفيشي هذاك اللي جبناه من المديرية. سهلنا عليهم، يعني احنا ندخلهم في الموقع في السيستم وينسكري وحده، يختار وجهة وحده إلى غير ذلك. خذنا يمس القرعة تاع المخيمات الصيفية هذه. الوجهة نحو بورساي وبوسفر وهران وإلى جيجل. أول دفعة تنطلق على 13 جويلية. الخميس اللي فات يوم 3 جويلية احنا حددناها بالمقارنة، يعني اقترابا مع عيد الاستقلال الوطني. كانت عندنا تاع التلاميذ المتفوقين تاع شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط اللي ما داوش التكريمات تاعهم في السنة الماضية. احنا سعينا ان شاء الله وخصصنا لهم مبلغ وكرمناهم. كرمنا حوالي 150 تلميذ، حوالي 73 تلميذ في البكالوريا، وحوالي 77 تلميذ اخر في شهاده التعليم المتوسط. كرمناهم، يعني اول مره تلميذ في البكالوريا يدي 10 ملايين. اول مره يدي 10 ملايين، وهذا خير الدوله. احنا خير الدوله، ما خير الدوله هذا ماشي احنا نسعوا برك، هذا مكان هذا خير الدوله. واحنا ان شاء الله في سبتمبر في